وخلوني احكي لكم بسرعه كده احداث الفيلم بتدور عن ايه. الفيلم بيحكي عن حمدي بيك الرجل الثري اللي عايش علاقه غراميه مع بنت فرنسيه من ورا مراته وعيلته، وفي يوم زينب مراته بتكتشف خيانته وبتواجهه وبيحصل ما بينهم صراع، فبيهرب الزوج هو وعشيقته لفرنسا وبيعيشوا مع بعض فتره هناك. لكن اول ما بيقعدوا هناك في فرنسا البنت بتتكشف على حقيقتها، وبيكتشف حمدي انها تلاعبت بيه وانه كان مجرد نزوه في حياتها. ولما بيلاقيها بتدخل في علاقات مع رجاله تانيين، بيتجنن وبيثور وبيقتلها وبيتحكم عليه بالسجن ل 12 سنه. تعدي الايام وبيخرج من السجن وبيرجع تاني لمصر، واول حاجه بيعملها انه بيرجع لبيته واسرته عشان يشوفهم. في اليوم ده ابنه كان بيتجوز وما قدرش يتعرف عليه، لكن زينب بمجرد ما شافته عرفته فورا، ولانه بقى في حاله يرثى لها افتكروه شحات وبدا الناس تعطف عليه وتديله فلوس. لكن الصدمه الاكبر اللي قضت عليه تماما لما بيكتشف ان زينب اتجوزت ابن عمها لما جالها خبر انه مات في السجن من سنين، فبيكتشف انه ضيع كل حاجه كانت في ايديه وما بقاش عنده اي شيء يعيش عشانه، وبيروح يرمي نفسه تحت عجلات القطر.